في مشهد مأساوي هز ولاية تيارت، أنهى التلميذ بودير قادة البالغ من العمر 14 سنة فقط حياته بطريقة مروعة داخل مؤسسته التربوية. الطفل الذي كان يدرس في السنة الثالثة متوسط أقدم صباح الخميس الماضي على تناول مادة سامة هي اللاسيد داخل حرم الثانوية وأمام مرأى أساتذته وزملائه ليسقط مغشياً عليه في الحال. ورغم محاولات إنقاذه ونقله إلى المستشفى، إلا أن جسده الصغير لم يقاوم المادة القاتلة، ليعلن الأطباء وفاته متأثراً بالتسمم الحاد، مخلفاً وراءه عائلته في ذهول وزملائه في صدمة لا توصف. هذه الفاجعة الوطنية تطرح ألف سؤال عن سبب دفع طفل في مقتبل العمر لهذا القرار الرهيب، وتدق ناقوس خطر يقرع بقوة. أين نحن من صحة أبنائنا النفسية؟ وأين دور الأسرة التي باتت غائبة تاركة الحمل كله على المدرسة؟ رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان.